نيجي بقى للحاجة التانية اللي هي الأفكار السلبية الغلط، بس المرة دي من النوع السلبي اللي بيخوفنا وبيخلينا نعيش في الرعب من نفسنا. واحدة من أشهر الأفكار دي هي إن الشخص يقول لنفسه القلق ممكن يقتلني. تخيل إحساس حد مقتنع إن مجرد توتره أو خوفه ممكن فعلا يوقف قلبه أو يموته. الكاتب بيقول إن فاكر مرة كان بيتابع حالة لواحدة عندها بانيك ديسودر، اضطراب الهلع. كانت بتجيلها نوبات مفاجأة، قلبها بيدق بسرعة، تحس إنها مش قادرة تتنفس وجسمها كله بيترعش، وساعتها كانت متأكدة إنها هتموت في أي لحظة. كل مرة كانت بتيجي فيها النوبة دي كانت بتقول خلاص دي النهاية. لكن الموقف اللي غير كل حاجة في رحلة علاجها كان لما فهمت حقيقة بسيطة جدا، إن نوبات الهلع دي ما بتموتش حد. هي مزعجة ومخيفة جدا بس مش قاتلة. اللحظة اللي استوعبت فيها المعلومة دي كانت كأنها اتنفست لأول مرة بجد، لأنها عرفت إن الخطر اللي كانت حاساه مش حقيقي زي ما كانت متخيلة. وده اللي لازم نفهمه، اللي بيغذي القلق مش الموقف نفسه لكن الاعتقاد الخاطئ اللي جوانا عنه. ولما تبدأ تصحح المعتقد ده هتكتشف إن جزء كبير من خوفك كان مجرد وهم، مش خطر حقيقي.